السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ شايفين بقى البرياني الخطير اللي قدامكم ده؟ شايفين الرزة مفلفلة ازاي والوانها جميلة ازاي؟ بصراحة برياني تحفة تحفة تحفة. طبعا البرياني ده بيتحب يتعمل باللحمة الضاني او بلحم الماعز، بس احنا عاملينه بقى باللحم الجاموسي العادي، بس طالع تحفة تحفة. شايفة الجمال؟ يا ريت بقى ايه، ما تنسنيش في اللايك وما تنسنيش في الشير. شايفة ما شاء الله مستوية وجميلة وحاجة كده من الآخر. طريقة سهلة وبطريقة سريعة ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت، وهتلاقيها تحفة بإذن الله. عايزة تعرفي الطريقة؟ تعالي يلا معايا نخش نشوف الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل البرياني بطريقتي، طريقة سهلة وسريعة جدا، ومكوناتها سهلة وبسيطة. تمام كده؟ معايا هنا دي لحمة، كيلو لحمة. طبعا عدد الأسرة وعلى حسب ما انتي عايزة تعملي. تمام، بس بتقللي في المكونات وخلاص، بس هي دي الطريقة. معايا لحمة، انا طبعا اللحمة عندي حمرا، فطلعت معايا كام حتة عظم كده تحللي الشوربة وتظبط اللحمة شوية لانها حمرا ما فيهاش دهن. معايا طماطم متقطعة، طماطمتين متقطعين مكعبات. معايا بصلتين متقطعين مكعبات. معايا جزراية متقطعة زي ما انتوا شايفين كده، حابة تبشريها ماشي. معايا قرن فلفل حامي. معايا طبعا الرز البسمتي ده الاساسي. انا بجيب الرز اللي هو طويل الحبة زي ما انتي شايفة، لان في انواع كتير في السوق خلي بالك مش مظبوطة. هاتي نوع يكون نضيف وكويس ومضمون. لو انت بتجيبيه من العطار او من السوبر ماركت هاتي انواع، في انواع كتير حلوة ومضمونة. معايا التوابل اللي هنحطها على البرياني ايه؟ معايا هنا دي بودرة الزعفران، لو مش موجودة عندك استغني عنها. ودي برضو ده زعفران برضو، لو مش موجود عندك استغني عنه. انا مخليه لك كل حاجه بسيطه اهو بس طبعا في البرياني ده اساسي. معايا هنا برضو مستكه، خليها هنا على جنب. التوابل بتاعتنا الاساسيه ايه اللي تبقى موجوده في كل بيت؟ معايا كمون، معايا شويه قرفه، معايا شويه جنزبيل، معايا فلفل اسود، معايا بهار للبرياني او بهارات فراخ لو مش موجود، بهارات لحمه سوري لو مش موجوده. معايا النواشف، معايا قرفة، معايا المسمار اللي هو القرنفل، معايا الحبهان، معايا كباب صيني، معايا ورق لورو. تمام كده، دي النواشف بتاعتنا ودي الايه البهارات المطحونه. طيب هتقولي طب انا هستغنى ما عنديش بودرة الزعفران، حطي كركم بدلها. تمام كده، استغني عنها تماما وحطي
الكركم هيغني عن بودرة الزعفران دي. هوريكي شكلها اهي. ادي بودرة الزعفران زي ما انت شايفة بتبقى بالشكل ده، بودرة شكلها ايه مايل للاحمرار شوية اهي. خلاص. معايا طبعا فصين مستكة هطلعهم هنا. كده خلاص. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنيجي معايا على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه مع بعض والطريقة ازاي. تمام كده. طبعا طريقة البرياني شبيهة جدا لطريقة الكبسة، ولو انت حابة تحطي طبعا مكوناتها شبيهة جدا للكبسة بصراحة، يعني تعتبر انا بعمل كبسة بس بتختلف في حاجات بسيطة. ايه؟ لو حابة تحطي كوباية زبادي على اللحمة مع معلقة مية ورد، ده اللي بيفرق البرياني عن الكبسة شوية. تمام. لا. تمام كده. هنبدأ بقى نعمل ايه. هنيجي معايا على البوتاجاز بقى ونشوف نعمل ايه. يلا. هنا على البوتاجاز زي ما انت شايفة كده حاطة معلقتين زيت في قلب الحلة، علشان هنزل معايا بأول حاجة هنزل بإيه؟ بالتوابل الناشفة بتاعتي. تمام كده. هنزل بورق اللورو، وهنزل بالحبهان والكبابة الصيني والمسمار والمستكة. انا هنزل بيهم وهقلبهم. خلاص بسرعة كده، وهقوم نازلة معايا بالايه؟ بالبصل. خلي بالك احنا بننزل بس بحاجة بسيطة علشان التوابل معاكي ما تتحرقش، يا دوبك تاخد شمة صغيرة كده من النار. تمام. تشويحة صغيرة كده، وهننزل معانا باللحمة بتاعتي. البرياني ليه طرق كتير جدا. في بيتحط له نعناع، في بيتحط له ليمون، في بيتحط له اللي هو الزبادي زي ما انا قلت، وفي اللي هو ماء الورد. يعني في، لان هو البرياني على الطريقه الهنديه حاجه، وفي له طرق كتير جدا. فانا بصراحه حابه الطريقه السهله السريعه دي، بتبقى حلوه وطعمها مستساغ لينا احنا كمصريين، وكل البيوت تقدر ان هي تعملها، وطريقه سهله ما فيهاش اي حاجه خالص. هنزل بقى عندي هنا بالايه؟ باللحمه. بسم الله. زي ما انتم شايفين حابه اللحمه تكون منها للحله مباشره، فهاخد عندي البصل وهجنب البهارات وكله كده عشان ينزل ببقيه الايه؟ ببقيه اللحمه. كده تمام اهو. الله الله، الريحه بقى، ريحه التوابل كده لما خدت الطشه دي في قلب الزيت مديه بقى ريحه جميله جدا، واللحمه ريحتها برده جميله ما شاء الله اهي. هتاخد بقى شويه تشويحه كده صغيره، وبعد كده هننزل ببقيه المكونات بتاعتنا. طبعا انا جايبه معايا اللي هم الحتتين العظم دول، هحطهم بس لما اللي عندي الشوربه تغلي هقوم سقطاهم بشفقتهم دلوقتي. انا عايزه اللحمه هي الاساسي تاخد الطعم كله من التوابل والبصل والمكونات اللي احنا حطيناها. تحمر كده معايا شويه وتبقى كده تمام. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي هي الايه؟ الدراي، اللي هي النواشف اهي. جنزبيل وقرفه وشويه كمون وشويه فلفل وشويه بهارات لحمه.
كده حلو خالص. هنزل بقى عندي بالايه، بالجزر. شايفين اللحمه وهي بتتشوح ناشفه، ما جابتش ميتها ولا حاجه، لان معليه النار عليها عشان تقش معايا وايه، تحتفظ بالعصاره بتاعتها. تمام كده. هنزل بقى بالايه، بالطماطم. طبعا انا حاطه ميه زي ما انا عودتكم. اي حاجه نشوحها على البوتاجاز على النار، سواء لحمه او فراخ او اي حاجه، لازم نزودها ايه، ميه سخنه. كده عندي بعد ما اللحمه خدت ودت كده مع البصل والطماطم والتوابل لمده كده 5 دقايق 10 دقايق كده، خليتها تاخد مع بعضها كده. هزودها بقى الايه، الميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، حلو قوي. الشوربه عندي بتغلي اهي، هسقط معايا العظم بتاعي. طبعا انت تستغني عنه عادي، هي كفايه اللحمه عندك، بس انا حابه احط شويه العظم دول ايه، يحلوا لي الشوربه كده. طبعا عندنا الفلفل الحامي احنا ما حطيناهوش، لان مش هحطه دلوقتي، لان لو حطيته دلوقتي طبعا هيتهري معايا في تسويه اللحمه، وهيخلي عندي الاكله مشطشطه على الاخر. فانا هسيبه طبعا في الاخر خالص، هحطه مع الايه، مع الرز. في بقى عندي هنا تركايه برضو صغيره في تسويه اللحمه. هحط معلقه سكر صغيره. معلقة السكر صغيرة دي بتساعد عندي في تسوية اللحمة، وفي نفس الوقت بتديلها طعم مذاق وطعم حلو. خلاص كده هقلب ما شاء الله. هسيب بقى عندي الايه، اللحمة تستوي، وان شاء الله لما تستوي مش هقولك نص سوا ولا الكلام ده خالص، انا هسويها سواها كامل يعني، علشان هنحط الرز، والرز ما بيغيبش اصلا، بياخد 10 دقايق ربع ساعة، فايه تكون اللحمة عندنا متظبطة مع الرز على طول. تمام كده. خلاص هسيب بقى عندي اللحمة تستوي، ولما تستوي ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه. فاصل ونواصل. تعالوا بقى نشوف اللحمة معانا بقت اخبارها ايه، عشان نحط لها الملح بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما شاء الله كده اللحمة عندي ما شاء الله، شايفة استوت اهي، مسكتيها كده وعملت معاكي كده تبقى استوت. هحط لها الملح. طبعا زي ما انا قلت لكم انا بستعمل ملح البحر اللي هو الملح الخشن، وما بعوز ايه بطحنه وبخليه ناعم للايه، للاكل اللي محتاج ملح ناعم. تمام كده. كده خلاص هسيبها 5 دقايق بس مع الملح بتاعها على النار، لان انا موطيه عليها النار خالص، لان عايزه الشوربه تغلي عشان اسقط الرز. تمام كده. هغسل بقى الرز وهنجيبه ونحطه ايه بشويه الرز، وهنشوف الايه، الشوربه بتاعنا اخبارها ايه، كتيره هننقصها، هنشوف معانا. بسم الله. نقص شويه شوربه، ان ايه الشوربه دي كده كتير على الرز، هنقص شويه بس كده. احط بقى ايه على النار، احط شويه زبيب بالشكل ده،
الزبيب بيدي طعم جميل جدا جدا للرز. حابه تحطيه، حابه مش حابه برضو ما تحطوش، بس هو بصراحه لما بيتحط كده مع الرز بيدي طعم حلو. هحط معايا قرن الفلفل اللي احنا سايبينه، هفتحه بس فتحه كده صغيره وهنزل بيه كده هنا، واغطي بقى وهسيب الرز يستوي. ولما يجي الرز معايا يستوي هنشوف بقى هنعمل ايه بقى ان شاء الله. فاصل ونواصل. طبعا بعد ما يغلي الرز هنوطي عليه، نهدي عليه النار ونسيبه يستوي على نار هاديه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فاصل ونواصل. كده الرز بيغلي معايا كده بالشكل ده. هنزل بايه؟ بشويه الزعفران، مش ببودره الزعفران، هنزل بالزعفران بتاعي اللي هو ايه، اللي هو الشعر ده، اللي هو شعر الزعفران ده. تمام، هنزل بيه. تمام، نقلب كده. ماشي بقى الرز بقى يستوي يكمل سواه ان شاء الله. هو هنهدي عليه النار، وان شاء الله لما يستوي هنشوفه شكله بقى ايه. فاصل ونواصل. تعالوا بقى نشوف الرز معايا اخباره ايه كده. بسم الله ما شاء الله. كده الرز معايا ما شاء الله استوى. بسم الله اهو، شايفين الرز معايا استوى جميل. طيب هعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هو خلاص كده الرز ما شاء الله معايا خلاص استوي، وهنقفل عليه. قبل ما اقفل عليه انا عندي طبعا قلت لكم بودره الزعفران. جبت بياله صغيره كده، حطيت فيها شويه ميه صغيرين، وعندي بودره الزعفران اهي. هاخد منها نص معلقه بالشكل ده، وهحطها عندي على الميه دي وهقلب بالشكل ده. اقلبها كويس. تمام اهي، شايفين لونها. هحاول بقى اجنب اللحمه دي كده شويه علشان اعرف احط الايه البودره عندي. يعني هحاول كده افتح كده عشان اعرف احط مجال البودره. ماشي، هنا كده، هنا كده، واغطي كده، واحط برضو الجنب التاني. تمام، هنحط برضو هنا ايه شويه كده، شويه كده، شويه كده. ليه كده؟ طب انا ما حطيتش عليه كله ليه؟ لان انا عايزه حبايه بيضه وحبايه ايه، وحبايه صفرة. ماشي بالشكل ده. خلاص، هجيب شويه زيت عشان يلمعوا لي الرزايه دي. حابه تحطي زبده، حابه تحطي سمنه، مفيش مشكله. اللي انتي حابه تحطيه سمنه بلدي بقى، معلقتين زبده يطعموا الموضوع. حط ايه شويه زيت بس صغيرين كده على الرز، بحيث ان الرز عندي ايه يلمع كده يبقى حلو. خلاص، انا مش هقلب ولا اي حاجه خالص. انا هغطي بقى عليها، سيبها ايه دقيقتين بس كده، وهنغرف ونشوف اكلتنا شكلها بقى ايه. يلا بينا فاصل ونواصل. كده يا حبايبي بقى نغرف في الاكله معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله كده. بالشكل ده.
اكله بقى ايه حلوه قوي قوي قوي، والطعم احلى، والزبيب كده على الوش، ومعانا بقى ايه قرن الفلفل الحامي كده. وكده اكلتنا خلصت معانا زي ما انتوا شايفين. اكلة البرياني اكلة جميلة وطعمة، وان شاء الله تعجبك. مش عايزه اقولك بقى، لو عجبك الفيديو ما تنسناش في اللايك، ومتنسناش في الشير، ولو انت اول مره تتفرجي علينا ما تنسناش في تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكي مطبخ ما اقولكش، هنلم الليله دي بقى ونخلص ونصور، وان شاء الله نشوفكم بفيديو اخر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.